السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ناخدكم في رحلة في حي الجمالية، حيث مسجد الأزهر الشريف ومسجد سيدنا الحسين. طبعا اللي ما يعرفش تاريخ بناء المسجدين دول، فإن المسجد الأزهر الشريف اتبنى سنة 970 ميلادية على إيد جوهر الصقلي بأمر من المعز لدين الله الفاطمي، يعني في الدولة الفاطمية. إما عن مسجد الحسين فهو اتبنى سنة 1154 ميلاديا، برضو كان في عهد الدولة الفاطمية، بس كان الخليفة متغير وأعيد تاني وتوسعت في أيام الخديوي إسماعيل، بس فضل كل حاجة على الطراز الفاطمي القديم إلا المأذنة تخص الدولة الأموية. يعني المأذنة بتاعة مسجد الحسين مش زي بقية المساجد اللي حوالين منها المآذن بتاعة الدولة الفاطمية. اما احنا لو هنتكلم عن المكان وهتزوره ازاي وتروح ازاي المكان ده وتروح ازاي حي الجمالية، تروح ازاي الحسين، تروح ازاي الازهر، فاقول لك حسب اتجاهك انت جاي من اي محافظة. فان احنا مثلا نفترض لو انت في رمسيس، فانت محتاج توصل، لو انت جاي بالقطر هتوصل رمسيس، ومن رمسيس هتركب من المترو من محطة الشهداء تروح محطة العتبة، وبعد كده هتنزل تركب عربية ب10 جنيه وتقول له وديني عند الحسين. هينزلك قدام المكان اللي في الصورة ده بالظبط، هينزلك في الحتة دي. ده انت لو جايب قطر. انما انت لو جايب عربية من وجه بحري ونزلتك في المؤسسة في شبرا او في الزراعة، فانت هتركب المترو محطة الزراعة أو من المؤسسة، هتنزل العتبة، وبعد ما تنزل العتبة برضو هتركب مواصلة ب10 جنيه هتوديك لحد المكان. إما عن المكان ده بقى، فده مسجد سيدنا الحسين، ودي الدخلة بتاعته والساحة اللي موجودة برا المسجد، واللي في الوش ده فندق، وده مظلات شمسية بتفتح بالكهرباء بتغطي كل المكان ده. وطبعا زي ما انتم شايفين بيبقى فيه افطار مجمع في قلب المنطقة دي، وازاز الماء مرصوصة. وزي ما انتم شايفين ادي الدخلة بتاعة المسجد، وانت داخل كده على المسجد. الجزئين اللي برا دول اللي فيهم الضريح، او الأوضة اللي فيها المقتنيات النبوية. ده الضريح من جوه اللي مدفون فيه راس سيدنا الحسين. اما عن المكان ده بقى، فده الشارع من بره اللي بيضم مسجد الازهر الشريف، ومن الناحية التانية هيضم مسجد الحسين زي ما انتم شايفين قدامكم. ادي ده مسجد الازهر. اما دي بقى ساحة المسجد الازهر، والفطار المجمع اللي بيتعمل كل يوم، وكل الناس بتروح تقعد في قلب المكان تصلي المغرب وتفطر، من الطلبة اللي قاعدين في الازهر، او من الخريجين اللي موجودين من برا البلد، او من اهل المنطقة، او من الناس اللي جايين يصلوا ويشاركوا اللحظات الجميلة اللي في قلب الجوامع دي. وسريعا بننتقل لمسجد الحسين برضو. ادي المسجد من جوه، وزي ما انتم شايفين بقى الناس جاية تصلي وتقعد تقرأ قرآن، واللي عامل حلقات ذكر. طبعا في روح جميلة وطيبة في قلب المسجدين دولا، وكل المساجد دي، لأن المساجد دي أصلا أثرية، يعني صلى فيها عمالقة من قبل مننا بكتير. الناس بتيجي تصلي الفجر وتقعد في قلب مسجد الحسين لحد ما الشمس تطلع وينكتب لهم عمرة بإذن الله. كل واحد بيصلي الفجر ويفضل في الجامع لحد ما الشمس تطلع، وبعد كده يصلي الضحى ويمشي، بينكتب له أجر عمرة بإذن الله وربنا يتقبل. وزي ما انتم شايفين ده وقت الفجر، خلاص الساعة بقت 6 الصبح، وكل الناس قاعدة بتقرأ قرآن، وفعلا مناطق جميلة ومريحة للأعصاب.
اما هنا بقى مسجد الازهر الشريف من جوه. طبعا بعد ما تم تأدية صلاة التراويح، الكل قاعد وجالس وبيقرأ قرآن، مفيش حد بيسيب مكانه ومفيش حد بيمشي، ومستنيين صلاة التهجد. وروح طيبة وروح جميلة، ربنا يتقبل منا جميعا. دلوقتي بعد ما تم تأدية صلاة التهجد، تناول السحور خارج المصلى في سطح المسجد. تناول السحور يكون خارج المصلى في سطح المسجد بعيد عن السجاد، حفاظا على سطح المصلى. والفضلات لو سمحتوا يتم القاؤها في اماكن مخصصه لها في سلال المكانات في محيط الصحن. تناول السحور يكون خارج المصلى في سطح المسجد حفاظا على اما هنا بعد ما تأدي بقى صلاة التراويح وصلاة التهجد وتقرأ قرآن كمان، ممكن تطلع بقى تتفرج على شارع المعز وتتفرج على الآثار الإسلامية اللي بقالها آلاف السنين موجودة زي ما هي، ما اتغيرتش، بنفس النمط بنفس الشكل. هتلاقي مدارس، هتلاقي مستشفيات، هتلاقي جوامع، كل حاجة زي ما هي، ما بتتغيرش. نفس الاسطمبة من 1000 سنة محطوطة مكانها، ما اتغيرتش. آثار إسلامية من أيام الدولة الفاطمية. مكتوب ايه؟ مكتوب ايه؟ دفتر. مش شايف اللي مكتوب. يلا اهو هو الهيصة دي معمولة فين؟ نكمل زمان على طول. اما هنا بعد ما تقعد بقى في مسجد الحسين لحد ما النهار يطلع، بتيجي تطلع من الجامع تشوف المنظر الجميل اللي قدام منك ده، منظر جميل يرد الروح فعلا. تتصور صورتين في الجو الهادي قبل ما الشمس ما تطلع، وبتبقى أجمل صور ممكن تتصورها في حياتك وأجمل ذكريات. بالمناسبة البيت اللي هناك ده كان بيسكن فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. اتفضل. كده خلاص بنودع المسجد وماشيين. ده مسجد الحسين، خلصنا هناك في مسجد الأزهر وخلصنا في مسجد الحسين وماشيين الصبح خلاص. بصراحة يوم بليلة جمال جدا، واستفدنا عرفنا التاريخ الإسلامي في قلب الأماكن دي اللي درسناه، شفناه على الطبيعة والحياة. فعلا لما تروح الأماكن دي غير لما تسمع عنها خالص. ولينا زيارة أخرى في مرة أخرى في شارع الأشراف، حيث يضم السيدة عائشة، السيدة نفيسة، والسيدة زينب. وفي النهاية بنشكر كل أصدقائنا اللي كانوا رفقائنا في الرحلة، وتصورنا أجمل صور واتفسحنا في أجمل أماكن، وربنا يتقبل مننا جميعا يا رب. وأتمنى أن تدعمونا باشتراك وبلايك ويتفعلوا زر الجرس عشان لكم كل جديد. تصلوا في الكومنتات وأي استفسار عن الأماكن دي قولولي وأنا أجاوبكم بكل سهولة جدا، وأقول لكم توصلوها ازاي. ولو حابين أتواصل معاكم واحد خاص، أنا عندي استعداد لكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.